بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. يا مساء السعاده والسكر الزياده على احلى واجمل اخوات من مصر من خارج مصر، ما تحرمش منكم ابدا. عايزه اقول لكم ان بصوا طبعا قلت ايه انضف الصندره. طبعا انتوا عارفين ان انا بنضفها كل فتره، وقلت اشجع معاكم كده، وكنا احنا اصلا بالليل يعني. بص بقى، قلت اشجع معاكم وانزل بقى انضفها كده، لان انتوا عارفين كل فتره بنضفها. نزلت بقى سرقت النور بقى بتاع الصنداره كده، وقلت ايه بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، وان شاء الله كده ربنا يعني واقدر انضفها كده. بس عايزه اقول لكم ان مليانه ايه، بصوا تراب، اقسم بالله كلها اتربه كده. ده طبعا قلتين إيه، قلت ايه حطهم بقى على جنب كده، طبعا ايه قافلاهم كده حاطه في البوزه بتاعتهم ورقه، بحيث يبقى نضاف كده، هنزلهم الورشه ان شاء الله باذن الله. إيه بصوا بقى، قلت بقى جبت المنشه بتاعتنا كده الجميله، عشان طبعا ايه بصوا الصندره مليانه تراب. قلت انفضها كده وهنضفها واخليها فله شمعة منوره. وبشكركم على وجودكم معايا، ربنا يحفظكم ما تحرمش منكم ابدا، ويبعد عننا وعنكم الزعل، امين يا رب العالمين. وجبت معايا ازازه، بص حاطه فيها شويه ملح، وحاطه فيها شويه فليت، وشويه جاز، وشويه معطر ارضيات. طبعا حاطه الجاز ليه والملح عشان طبعا ايه يعقم الصندره، لانه يعني انتوا شايفين الصندره اصلا مش متبلطه ولا حاجه، لا هي على المسلح كده يعني على الاسمنت. طبعا الصندره دي حاطه فيها مثلا دي السفره بتاعتنا القديمه، بصوا اقسم بالله اتبهدلت. هي طبعا ما كانتش كده، اتبهدلت اصلا. وحاطه فيها الفرن بشوي في السمك، مثلا بخبز رغيفين عيش، بخزن فيها البطاطس البصل، اي حاجه مش محتاجاها بنزلها الصندره دي. السجاد هناك اهوت مغسول ولفاه كده في الجنب. نضفنا بقى القطعه اللي هناك. بس يا ربي ازاي ما شفتوش بعد ما انا نضفتها، مش مشكله نشوفها اخر الفيديو. دي الرده اللي هي النخاله اللي انا بشوي ايه السمك بيها، وده التبوت بحط ايه تحت السمك، وده الفرن اللي انا بشوي فيه. قلت ايه اكنسه بقى كده وانضفه. بصوا يعني الفتره اللي فاتت يعني ايه، طبعا انتوا كنتوا عارفين ان انا بعيده عن القناه، فخدتها بقى فرصه، قلت اما اخبز بقى رغيفين كده حلوين. وده طبعا ايه اول الفرن يعني العيش مش كله طالع بايظ، لا والله. بصوا ده اول الفرن، كان الفرن لسه بقى كده مش حامي، فده اول الفرن. كل الفرن كده يعني، مش الفرن بتاعنا بس. كنست بقى ظهر الفرن كده، وكنست قلبه كده، وبقى نضيفه زي الفل. طبعا هو ده فرن غاز. بشوي بقى في السمك يعني. بصوا انا بخبز العيش ممكن كل سنه مره. الاول كانت امي الله يرحمها هي اللي بتخبز عليا، وحاليا ربنا هو اللي بيكون معايا. بعجن واقرص كده وابطط كده واخبز في الفرن ايه مع نفسيتي كده. اصلا بصوا مش بحب يعني يعني ادعي الجيران والحاجات ديت، لا. انا بقعد مع نفسي كده ومع ربنا، ربنا يدينا الصحه يا رب. بص شلت القياس اللي كان في الارضيه، وطلعت بقى كده على البانيو على طول، مليت شويه ميه وشويه مسحوق كده برسيل، وحطيته بقى في البانيو يتنقع، وانشره بقى ايه في البلكونه، والصبح ان شاء الله ايه افرشه تاني مكان. بصوا اصلا بصوا من منظر بقى الارضيه عامل ازاي مطلع تراب كتير. شلت بقى القياس اهوت، وطلعت بقى حطيت في البانيو، ونزلت تاني جبت بقى الازازه بتاعتنا اللي احنا عاملينها. حاطين فيها الخلطه بقى، الملح والفليت والجاز، اي حاجه بقى قدامي كده طبعا عشان تعقم الارضيه زي ما انتم شايفين كده. ده الفريزر بتاعنا على فكره، الفريزر ده عطلان عايزين نصلحه، والله بقاله فتره بقاله فتره، بقاله كام سنه. والله بص الحمد لله جايبين واحد تاني يعني شغال، بس ده بقاله فتره عطلان عايز موتور. بس سألنا يعني ايه على موتور، قالوا مستعمل. فمش عارفه بقى هو ملوش موتور ولا ايه اللي حصل، المهم ايه ركناه يعني بقاله فتره. وجبت فريزر اصغر منه، بس الحمد لله كويس يعني، ربنا يبارك لنا فيه يا رب، ويبارك في بيوتكم جميعا يا رب. وحطينا عليه في نص رمضان. بصوا بقى ده طبعا ايه كان تحت الفرن، بصوا يا لهوي مستهوي مطلع بلاوي. طبعا ايه الوقت ايه عشان ما اطولش طبعا وقت الفيديو، عايزه اقول لكم ان انا طولت فيها، خدت فيها يجي ساعه، بس انا قلت عشان اسرع وقت الفيديو عشان ما تزهقوش مني. كنست بقى كده قدام الفرن وروقته، ورشرشت بقى الميه كده بالازازه، بقت فله شمعه منوره. كده بقتي انا اسماك بس الصندره 3 قطع. نضفنا اول قطعه اللي هي فيها الترابيزه بتاعه السفره، وتاني قطعه ديت اللي هي فيها الفرن اللي انا بشوي في السمك وبخبز في العين. تالت قطعه دي بقى اللي فيها البطاطس، يا لهوي يا مستهوى عليه، بص نصها اصلا كان بايظ. كانت جايه من الارض ومش عارفه هي كانت طالعه طريه ولا فيها ايه، المهم نصها طلع بايظ. بصوا والله العظيم نصها اترمى اصلا، مش مشكله ربنا يعوض علينا، ملناش نصيب فيها. بدات بقى جبت بقى الجاروف بتاعنا الجميل كده، وبدات اشيل بقى الحاجات بقى كده ايه. بيساعدني بصراحه الجاروف اللي هو ايه اللي على العالي كده، ده طويل. مش بعرف يعني، مش بحب بقى اوطي، لان طبعا انتوا عارفين يعني يعني الشغل على العالي اسهل يعني واسرع. دلوقتي بقى جبنا بقى النص التالت اللي هو فيه ايه البطاطس اللي هي على الارض تحت البصل، البصل معلقاه على الشباك هناك اهو. بصوا البطاطس اهي بقى فرستها،
طبعا طلعت نصها بقى في الجردل وفي السبت، وبصوا نصها الهوائية على الكرتونة. عايزه اقول لكم نصها اصلا طلع بايظ خالص، بس ايه الحمد لله ان ايه ان انا نضفتها وشجعت معاكم. قعدت كده بقى على الارضيه وفرستها، بس ايه ما رضيتش اشغل فيديو لاني طولت فيها بصراحه. خدت فيها يمكن بصوا يمكن اكتر من ربع ساعه. إيه شلتها بقى، بس نصها بقى كان بايظ، بس الحمد لله روقتها، وهشيلها بقى من المكان ده خالص واحطها تحت الشباك التاني. وبقول لكم بحبكم والله العظيم، انتوا اخواتي وبحبكم في الله، ربنا يحفظكم، اجمل واحلى اخوات من مصر من خارج مصر. بصوا ما تحرمش منكم ابدا، ربنا يرضيكم ويكبر خاطركم، وبشكركم على كلامكم الجميل الطيب، وما تحرمش منكم ابدا، ويا رب كده دايما كده متجمعين في الخير، امين يا رب العالمين. عايزه اقول لكم العبايه بتاعتي اقسم بالله اتبهدلت، بس الحمد لله يعني انجزت وروقت الصندل. حاسه ان انا كنت شايله الصندره على دماغي اقسم بالله قبل ما انضفها، بس بعد ما نضفتها حسيت ان هي خفيفه كده وفريش كده وفرافيش، وكانت نضيفه وزي الفل. بص الحاجه اما تكون عايزه تنضف تحس ان روحها تقيله، بعد التنظيف تلاقي روحها خفيفه كده. هنا بقى عملت ايه، استنى مفتك، شلت بقى بصوا المكان اللي مقشه هناك كده، ده كان البطاطس، نقلتها بقى وديتها ايه المكان التاني. ايوه خليكم مركزين. جبت بقى الازازه اهوت، وقعدت ارشش بقى الميه كده ايه عشان اخلصها بقى، دي اخر قطعه في الصندر. بصوا الحمد لله تمت المهمة بنجاح. خلصت بقى كده ولميت بقى كل حاجة في الطشت الكبير بتاعنا كده، هطلعها بقى كده بره. لان بصوا اقسم بالله خدت مني وقت ومجهود، بس الحمد لله بصوا اتنضفت واتروقت وبقت فله شمعة منورة. بصوا بقت روحها خفيفة زي ما قلت لكم كده، بصوا اقسم بالله فريش وفرافيل. يعني بصوا الاول كانت مليانة اتربة، طلعت منها تراب كتير. بصوا الطشت دوت اللي هو الحلة ديت مليانة بقى تراب وبطاطس وشوية حاجات بقى كده ايه ما كانش لهم لازمة في الصندل. الصندرة ديت هي دور ارضي تحت الشقة اللي انا ايه ساكنة فيها. وهنا بقى خلصنا، وبشكركم ان انتوا شجعتوني ونستوني، بتمنى منكم بقى دعم من كده ولايك في حفظ الله. مع السلامه.